لا شك أنك قد سمعت ولو لمرة عن الماسونية، ذلك التنظيم المخيف الغامض الذي نجهل الكثير عنه. ولأنه تنظيم غامض فدائما ما تتردد الشائعات والحقائق المزيفة عنه. لذا فقد أحضرنا لك اليوم 25 حقيقة مفاجئة سوف تسمعها للمرة الأولى عن الماسونية العالمية. هل أنت مستعد؟ الماسونية ليست جمعية سرية ولا تعمل في الخفاء، فبإمكان الشخص الماسوني أن يظهر انتماءه للملأ، ولكنه لا يكشف عن أسرار التنظيم. كان جورج واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية ماسوني. يبلغ تعداد الماسونيين حول العالم اليوم حوالي 6 مليون إنسان. هناك فرع من فروع الماسونية في الولايات المتحدة يطلب أعضاؤه الإيمان بوجود الله. فرع آخر يمارس كذلك في الولايات المتحدة لا يسمح بضم أعضاء إناث، في حين أن التنظيم في شكله العالمي يسمح بذلك. من ضمن الخلافات المتعددة بين الماسونية الأمريكية والماسونية الأوروبية هو أن النقاش في الأمور السياسية محظور في الأولى. تشير كلمة المحفل الماسوني إلى حالة تجمع الأشخاص وليس فقط لمكان التجمع. تختلف طقوس كل محفل ماسوني عن الآخر، ولا توجد طقوس موحدة لإدارة الاجتماعات في شتى الدول. الرمز الماسوني الشهير المربع والبوصلة يشير إلى فلسفة التنظيم، بالرغم من أن تلك الفلسفة قد تختلف من محفل لآخر. لا يشير الرمز الماسوني إلى تفسير معين، بل يأخذه كل فرع بالفلسفة التي يؤمن بها. مثلا، بالرغم من الإيمان بالإله الموجود في التوجه الأمريكي، إلا أنه لا يفرض إلها محددا، فقد يعتنق المسيح كإله المسيحية أو الرب كإله اليهودية. خلال نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 اعتبرت مصر القديمة المكان الغامض الخطير الذي لم نكن نعلم عنه الكثير بعد، وقد كان من الشائع أن تنسب جميع أنواع الأشياء المختلفة إليها. كانت الماسونية إحدى هذه الأشياء، حتى أن ادعاءات البعض وصلت في هذا الشأن إلى الحد الذي جعلهم يزعمون أن بعض فرق الماسونية نشأت جذورها بين بنات الأهرام، وأن تاريخها يمتد منذ عهد الفراعنة. بالطبع فقد استعارت الماسونية بعضا من طقوسها من مصر القديمة، لكن هذا لا يعني أن تاريخها يعود إلى تلك الحقبة. في الولايات المتحدة هناك عدة شروط كي تنتمي للماسونية، وهي تتمثل في الآتي: أن ينضم الشخص بكامل إرادته، أن يؤمن بوجود إله أيا كان، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 25 عام، وفي بعض الأنظمة يسمح للشخص الماسوني بتسجيل ابنه دون السن، أن يكون ذو خلق حسن وسمعة طيبة، أن يكون خال من أي مرض عضوي أو عقلي، ألا يكون عبدا، وذلك الشرط كان يطبق مسبقا في فترة الاستعباد، إلا أنه اليوم صار من التاريخ ليس إلا، أن يكون قد أتى من خلال أحد الأشخاص الماسونيين الحاليين من بين شخص إلى شخصين على أقل تقدير. كان هتلر يعتقد أن الماسونيين هم أداة يستخدمها اليهود لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، وهو ما برر به قتل من 80 إلى 200 ألف منهم في ظل النظام النازي. 14 رئيسا من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية كانوا ماسونيين. تتبنى معظم نظريات المؤامرة حول الماسونية 3 افتراضات خاطئة، وهي أن الماسونية لها دين خاص وتتطلب الإيمان بإله ماسوني فريد، وأن المرتبة 33 من الطقوس هي أكثر من مجرد مرتبة فخرية، وأن هناك أفرادا خفيون يديرون التنظيم من الداخل، وأن التنظيم له طقوس شيطانية، وأن الماسونية تتحكم في أنظمة الحكم. نظرية المؤامرة دائما ما تربط الماسونيين بالمتنورين، وهذا غير مرجح، لأن المتنورين هم مجتمع سري تماما، لدرجة أن معظمنا لا يلاحظ أدنى وجود لهم في حياتنا، بينما الماسونيين يتمتعون بحرية واندماج مع المجتمع بشكل أوضح.
من النظريات غير المؤكدة حول الماسونيين أنهم مسؤولون عن اغتيال جون كينيدي. قام البابا ليو الثالث عشر بتلقيب الماسونية باسم مملكة الشيطان. قام المستكشفان القطبيان ريتشارد إيبرد وبرين بالشن بإسقاط أعلام تخص الماسونية كانت موجودة في القطبين الشمالي والجنوبي. في عام 1952 كان ينتمي 89% من قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الماسونية. نظرا لفضح العديد من الرموز والعلامات المنتسبة للماسونية، أصبح العديد من الأشخاص المنتمين للجماعة يتعمدون استخدام علامات خاطئة لمعرفة ما يمكن الوثوق به دون غيره، كما يميز الماسونيون بعضهم الآخر من خلال بعض الرموز كالخواتم والإشارات. الماسونية هي حركة سرية عالمية عرفت بغموض النشأة والأهداف وسعة الانتشار والنفوذ، وبينما يرى كثيرون أنها يهودية أو ذات ارتباط وثيق بالصهيونية العالمية وتهدف للسيطرة على العالم بالتدريج والسعي لإعادة بناء ما تعتقد أنه هيكل سليمان، ينفي زعماؤها ذلك ويؤكدون أنها جمعية خيرية تسعى لتآخي البشر ورفاهيتها، وتتحكم من خلالها قلة من الناس في مقدرات العالم وخيراته. لا تمتد أصول الماسونيين إلى فرسان الهيكل كما هو شائع، حيث تم تصفية فرسان الهيكل أو فرسان المعبد بمرسوم بابوي في القرن الرابع عشر، أي قبل 300 عام من نشأة الماسونية. وفرسان المعبد هم جماعة عرفوا بإقامة طقوس سرية غامضة، وكانوا أشرس الفرق العسكرية المشاركة في الحروب الصليبية على الشرق، ولا يوجد أي دليل حقيقي يربط هؤلاء بالماسونية. تتصف هذه المنظمة بالسرية والغموض الشديدين خاصة في شعائرها، مما جعلها محط كثير من الأخبار حول حقيقة أهدافها، في حين يقول الكثير من المحللين المتعمقين إنها تسعى للسيطرة على العالم، كما أنها تتهم بأنها من محارب الفكر الديني وناشر الفكر العلماني، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا باليهودية. وقد صرح الحاخام لاكويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها، يهودية من البداية إلى النهاية. هناك الكثير من نظريات المؤامرة حول تسمية الماسونية، فهي تعني باللغة الإنجليزية هندسة، ويعتقد البعض أن في هذا رمز الرب الذي هو مهندس الكون الأعظم، ومنهم من ينسبهم إلى حيرام أبي المعمار الذي أشرف على بناء هيكل سليمان، كما يرى بعضهم إنها إحياء للديانة الفرعونية المصرية القديمة. وكلمة الماسونيين تعني البناؤون الأحرار. الماسونية لها العديد من الرموز، أشهرها تعامد مسطرة المعماري مع فرجار هندسي، ولهذا الرمز معنيان: معنى بسيط والذي يدل على حرفة البناء، ومعنى باطني والذي يدل على علاقة الخالق بالمخلوق، إذ يرمز إلى زاويتين متقابلتين، الأولى تدل على اتجاه من أسفل إلى أعلى ويرمز إلى علاقة الأرض بالسماء، والأخرى من أعلى إلى أسفل ويدل على علاقة السماء بالأرض. وهناك عادة حرف الجي بين زاوية القائمة والفرجار، ويختلف الماسونيون أنفسهم في تفسيرها، فالبعض يفسرها بأنها الحرف الأول لكلمة الخالق الأعظم God أو الإله، ويعتقد البعض الآخر أنها أول حرف من كلمة جيومتري هندسة. ويذهب البعض الآخر إلى تحليلات أعمق ويرى أن حرف جي مصدرها كلمة جيمتريا، والتي هي 32 قانونا وضعه أحبار اليهود لتفسير الكتاب المقدس في سنة 200 قبل الميلاد. في عام 1723 كتب جيمس أندرسون دستور الماسونية، وكان أندرسون ماسونيا بدأ حياته كناشط في كنيسة اسكتلندا. وقام بنجامين فرانكلين بعد 11 سنة بإعادة طبع الدستور في عام 1734 بعد انتخاب فرانكلين زعيما للمنظمة الماسونية. في عام 1877 بدأ المحفل الماسوني في فرنسا بقبول عضوية الملحدين والنساء إلى صفوف الحركة، وأثار هذا الخلاف نوعا من الانشقاق بين محفلي فرنسا وبريطانيا. وكان مصدر هذا الخلاف تحليلا مختلفا من قبل الفرعيين حول بند دستور الماسونية، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون الماسوني ملحدا أحمقا، ويقصد بالأحمق هنا النساء. يستخدم الماسونيون بعض الإشارات السرية ليتعرف بواسطتها عضو في المنظمة على عضو آخر،
وتختلف هذه الإشارات من مقر إلى آخر، فبعض الماسونيين يميزون بعضهم من خلال الخواتم والإشارات وحتى طريقة التصافح. يحمل كل ماسوني في العالم فرجارا صغيرا وزاوية لأنها شعار الماسونية، منذ أن كان الأداتين الأساسيتين التي بنى بهما سليمان الهيكل المقدس بالقدس حسب اعتقادهم بالطبع. لا يمكنك أن تكون ماسونية حتى ولو أردت ذلك، فهي تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها، وذلك بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية، على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي مثلا. أول معبد أو مقر رسمي أنشئ للماسونية كان في لندن من عام 1765، ولكنها كانت موجودة قبل ذلك بالتأكيد. على الرغم من ربط رسمة العين التي على ورقة الدولار الأمريكي بالماسونية من قبل الكثيرين، إلا أن هذه العين تمثل عين الله، وقد استعملتها الكثير من المنظمات ليس الماسونية فقط، فالإشارة لا ترمز للماسونية أبدا. من أبرز الشخصيات التاريخية المعروفة بانتمائها للماسونية مارك توين، وينستون تشرشل، وجورج واشنطن، ونابليون بونابرت. الرجل الذي بنى تمثال الحرية فريدريك باثولتي هو في الحقيقة ماسوني. المرأة الوحيدة التي تم ضمها للماسونية هي إليزابيث أولدورث، فكانت أول امرأة دخلت الماسونية، وهناك مصادر تؤكد أن هذه السيدة شاهدت عن طريق الصدفة من خلال ثقب في الباب الطقوس الكاملة لاعتماد عضو جديد، وعندما تم اكتشاف أمرها تم الإقرار على ضمها إلى المنظمة للحفاظ على السرية. وبعد ذلك في عام 1882 بدأ الفرع في فرنسا بقبول السيدات، وفي عام 1903 بدأت الفروع الماسونية في الولايات المتحدة الأمريكية بقبول السيدات في صفوفها. اعتبر هتلر الماسونية أداة في أيدي اليهود، فأغلق ودمر مبانيهم وصادر ممتلكاتهم وقتل الآلاف منهم. خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر اعتبرت مصر القديمة المكان الغامض الخطير الذي لم نكن نعلم عنه الكثير بعد، وقد كان من الشائع أن تنسب جميع أنواع الأشياء الغامضة إليها، وكانت الماسونية إحدى هذه الأشياء، حتى أن ادعاءات البعض وصلت في هذا الشأن إلى الحد الذي جعلهم يزعمون أن بعض الفرق الماسونية نشأت جذورها من بناة الأهرام، وأن تاريخها يمتد منذ عهد الفراعنة. وبالفعل استعارت الماسونية بعض من طقوسها من مصر القديمة، ولكن هذا لا يعني أن تاريخها يعود إلى تلك الحقبة بالتأكيد. اختلف الماسونيون الأوائل أو الأصليين عن الماسونيين الذين نشير إليهم في عصرنا الحالي يشيدون الأبنية، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الأمور الذين استخدموها حملت معان أخلاقية وروحانية ودينية، والتي شكلت فيما بعد جوهر الماسونية كحركة فكرية وتأملية. استخدم الماسونيون الأوائل كلمات سر وشفرات ورموز خاصة للتفريق بين الأعضاء الحقيقيين وأولئك المزيفين الذين حاولوا التسلل إلى داخل الجماعة، كما وفروا أعمالا خيرية للفقراء من أعضاء النقابة، وقاموا بأداء مسرحيات محترفة كل عام في عيد الفصح ليعرضوها على العامة لجذب انتباههم وإثارة فضولهم للتعرف عن قرب على هذه المنظمة والتستر وراء أعمال خيرية بناءة. يظن الكثير من الناس أن الماسونية هي مجتمع سري كبير عالمي له أهداف واحدة وزعامة واحدة، ولكن في الواقع أكبر تجمع للماسونيين يدعى باسم المحفل العظيم في بريطانيا، ويوجد محفل عظيم في أغلب الدول الكبيرة مثل كندا أو أمريكا، فيتواجد بها العديد من المحافل العظيمة التي يتولى كل منها شؤون إحدى الولايات أو المحافظات. إذن ليس هناك مجلس أعلى للماسونية، بل إن كل منظمة من المناطق يرأسها أشخاص مختلفون تماما عمن يديرون أي منظمة أخرى. يقول الماسونيون أنهم ليسوا مجتمعا سريا، بل مجتمعا به أسرار، فعلى الرغم من أنه لا يحق لأحد من الماسونيين أن يبوح بكلمات السر والرموز المتداولة بين الماسونيين، فبإمكان أي عضو أن يعلن عن انتمائه إلى الماسونية، بينما يمنع على الأعضاء بالطبع أن يبوحوا بأسماء الأعضاء الآخرين إلا بإذن منهم. تمتد أمثلة رصد تداول التعاليم الماسونية في مصر من القرن الرابع الميلادي من خلال لوحتين رسمهما فنان مصري مسيحي هو إسحاق فانوس، الأولى للأب خوم والثانية للأب كريلس. الأول حمل زاوية وفرجار، وهما من رموز الماسونية،
والثاني في واشنطن استند مثل أساتذة الماسونية إلى عمود روماني قصير، فيما يعرف العمود بأنه من رموز الماسونية أيضا. عرفت مصر الماسونية العامة المتبعة في المحافل الماسونية حاليا عند وصول نابليون بونابرت وأسطوله إلى مصر، وكان من المشاهير الماسونيين، وبمساعدة قائد جيشه كليبر أسس أول محفل. أيضا المسلة، وهي رمز ماسوني وفرعوني مرتبط بطقوسهم في عبادة الشيطان، ويمكن مشاهدته في أماكن كثيرة في العالم، بما لا يدع مجالا للشك في أن هناك عملا منظما لتحويل رموز الشيطان إلى واقع ثقافي تمهيدا. هل يعلم المسلمون أين نصب الشيطان الآن؟ إنه فوق جبل عرفة، يتبرك به المسلمون في يوم وقوفهم على جبل عرفة، ويقرؤون القرآن قربه ويلبون لله. إن نصب الشيطان فوق جبل عرفة.